يا سلام، عاوز الجد ده مفيش كنافة أحلى من كنافة وفاء. طب دي عليها الصينية. وفاء دي تبقى ست مراتي، وياما حاولت بعد ما اتجوزنا أطلب منها إنها تدوقني الصينية إياها، تقوم ترد وتقول هي كنافة تحلى إلا في رمضان. وعنها كان لازم استنى لما يجي رمضان. والحمد لله أول حاجة افتكرتها فيه صينية الكنافة. يا وفاء، يا وفاء. نعم يا حبيبي. اوعي تنسى صينية الكنافة. بتقول إيه؟ صينية الكنافة، أظن مالكيش حجة، أدين استنيت لما جه رمضان، وطبعا زي ما انت عارفة الكنافة ما تحلاش إلا في إيه؟ إلا في رمضان يا حبيبي. بس إيه؟ بقول يعني إنها عايزة استعدادات. استعدادات؟ أيوة طبعا. ليه، انت هتحاربي؟ وأكتر من الحرب كمان، دي صينية الكنافة يا أخي. استعدادات عشان صينية كنافة؟ ومالك مستغرب كده ليه؟ هو كل الصواني؟ نعم طبعا مش كل الصواني، دي صينية كنافة من إيد وفاء، من إيد مرات. قولي كده. يا وفاء، يا وفاء، اصحي يا حبيبتي. في إيه يا أخي؟ اصحي، الساعة 9:30. وإيه يعني يا أحمد؟ إيه يعني إزاي؟ أنت مش عارفة إن ميعاد الشغل الساعة 10 كده؟ طب اوعى تتأخر. طيب مش تصحي؟ سلام يا أخي. واصحى ليه؟ هو أنا اللي هروح الشغل؟ نبي تسيبني يا أحمد أنام شوية. طيب أنا نازل. مع السلامة. بس اوعي تنسي الكنافة. الإيه؟ الكنافة، أنت مش قلتي لي امبارح إنها محتاجة الاستعدادات وخليها لبكرة؟ طيب يا أحمد يبقى بكرة بقى. ما هو يا ست هانم لما تقولي لي امبارح بكرة يبقى بكرة ده يعني النهاردة. كده؟ أيوة كده. طب ما دام هعمل الكنافة النهاردة يبقى بلاش تنزل. إيه؟ بتقولي إيه؟ بلاش تنزل. أنا يا حبيبتي رايح الشغل. وإيه يعني؟ خد أجازة. أخد أجازة عشان هتعملي صينية كنافة؟ الله، جرى إيه يا أحمد؟ أنا مش قلتلك إنها محتاجة استعدادات؟ طيب وأنا مالي، ما تستعد أنت. أستعد أنا زي أخي، ما تبقاش أناني. أنا أناني؟ طبعا، لما تقولي استعدي أنت تبقى إيه؟ 1000 مرة قلتلك إن البيت الحديث محتاج للتعاون، لازم الراجل يساعد الست. أساعدك فيها يا ست هاني، دي كل الحكاية صينية كنافة.